اخواتناني الاعزاء، بحبكم جدا جدا جدا. يا ريت اللي يشوف الوصفه يعمل اشعار، يشوف الجرس اخباره ايه، شغال ولا محروق. وبعد كده تعملوا لي قلب، تعملوا لي اللهم صل على سيدنا محمد، اكتبوا لي بتتابعوني منين. عايزه اصاحب اخواتي وحبايبي متابعين، الله يعزكم جميعا. هنعمل وصفه اليوم، وصفه سهله وبسيطه وكل المكونات موجوده عندك في البيت او في المطبخ. يعني هي وصفة دمياطي. يعني ايه دمياطي؟ يعني محافظة من محافظات مصر كلها، اللي هم 26 محافظة. هي مشهورة من المحافظة دي، بس انتشرت عندنا في كل انحاء الجمهورية العربية المصرية. فدحين انا هعملها لكم وجربوها معايا، ويلا نبدأ الوصفة. اسمها عزيزية. عزيزية ليه؟ اكيد عزيزة او عزيزة على القلب. انا مش عارفة اساسا مصدر اسمها ايه، بس ممكن ابحث لك في موضوع عزيزة ده واشوف لك النتيجة ان شاء الله. اول حاجة هتجيبي معايا كاسة مكرونة. دحين انا حاطة المكرونة على النار بتتسلق يا ناني. بتتسلق لحد ما تبقى معاكي بصي مهرية كده، جوسي كده خالص، وتشرب المية بتاعتها. وبعد كده هجيبها لك من على النار واحطها لك هنا في البايركس ونكمل مع بعض الوصفة. يلا بينا، ما تروحش في اي حتة تانية. مكرونة بتهريها، عارفة يعني ايه تهريها؟ يعني لو هي بتاخد 9 دقايق خليها تاخد 13 14 دقيقة كده. شايفة حبيبة قلبي؟ بتعملي الكاسة بتاعتك اهو. بعد كده احط عليها، انا هستعمل في الوصفة دي لتر حليب. تمام، انا هستعمل في الوصفة دي لتر حليب. هحط نصه معايا في الخلاط يبرد معايا المكرونة اهو. حطيت نص لتر الحليب معايا اهو في الخلاط. بعد كده بحط ايه كمان؟ بعد كده بحط فانيليا 4 5 نقط كده يعني. تمام، وبحط كمان معايا كاسة سكر. طبعا هتقولي لي يا شيف ناني انت مش بتعايري. لا، انا بعاير بالويم كده، بس هي كاسة سكر اهي كده، كاسة سكر. طبعا السكر دوت حاجة اختياري، انت ممكن تحطي معلقتين وتبقي مبسوطة. تمام، السكر ده حاجة اختياري، هي كاسة المظبوط بتاعها. براحتك انت عايزة تزودي او تقللي. تمام، هحط معاهم شوية مية علشان يتضربوا معايا. تمام، حبة مية كده صغيرين اهو، يعني بتاع نص كاسة او ربع كاسة، نص كاسة او ربع كاسة، عشان الخلاط يضرب معايا الوصفة بتاعتي القمر اهو. بعد كده هضربهم. يبقى انا حطيت ايه معايا في الخلاط؟ حطيت المكرونة المسلوقة بالمية بتاعتها، لو فيها مية مترميهاش. انا عشان كانت شاربة المية ما فيهاش مية، حطيت لها نص كاسة مية. تمام، وبعد كده هضربها واوريهالك. حبيبة قلبي، بعد ما ضربتها في الخلاط ولما اتضربتش معاكي كويس اضربيها بالهاند بلندر، هتبقى 100 100. تمام، بعد كده بحط معايا 3 معالق كورن فلاور او نشا، 3 معالق كبار. هحط كمان نقطة كده. تمام، 3 معالق كورن فلاور. وبقية الحليب انا كنت حاطة هنا نص كيلو، فاضل معايا نص كيلو، فاحط منه كاسة هنا. تمام، واقلبها معايا واحطها على اهي. شايفين؟ بسم الله. طبعا الحليب بارد اهو اهو يا حبايبي، الحليب بارد عشان يدوب معايا. بعد كده بحطها كده وبعدين هرفعها على النار، ويلا بينا نروح حبايبي. بعد ما قلت لكم على الخطوات السابقه، دحين حطيتها على النار وبقلب. بعد ما حطيت الكورن فلاور بكاسه الحليب اللي فاضله اهو. وطبعا السكر زي ما قلت لك من الاول دي حاجه شخصيه براحتك جدا. وكمان الكريم كراميل دوت بيديها، بصي بيوديها في حته تانية خالص. تمام، لازم ايدك كده بالتقليب عشان ما تفرش منك اهو. لازم بايدك كده بالتقليب، يعني بتاخد معاكي كده زي النشا ده لازم يستوي. تمام، النشا لازم ايه؟ لازم يستوي معايا. يعني 3 4 5 3 4 بنات بقى ايه، ما هي قعدت تاخد غلوة على النار، تاخد غلوة على النار لحد ما تبقبق كده وتطلع، تحس ان هي استوت. عشان ايه؟ عشان النشا لازم يستوي معانا.
بعد كده بصبها في البايركس مقاس 30 اهي. بسم الله ما شاء الله. قلبي سخنت معلقتين سكر على النار، كرملتهم تمام. وبعد ما كرملتهم حطيت لهم ربع كاسة ميه سخنه وقلبت، وتحطيهم بسرعه كده قبل ما يمسكوا معاكي، وهيبقى احلى كراميل شبه اللي بيبقى مع ايه، مع الكريم كراميل اللي بيتباع اللي هو الجاهز. تمام اهو، شايفه حبيبه قلبي. بعد كده احطها على النار، احطها في الفرن درجه حراره هولع من فوق علشان هي كده كل حاجه فيها مستويه. تمام، هحطها تحت الشوايه 5 دقايق وبعد كده اطلعها اوريها لك. شايفين يا حبايب قلبي العزيزيه، طلعناها من تحت الشوايه، خليناها 5 دقايق ولا اكثر ولا اقل، وخليناها على الشبكه. ليه بقى؟ علشان هي كده كده المكونات بتاعتها كلها مستويه. تمام، انا دلوقتي طلعتها، وبعدين ممكن تقطعيها بقى بس احسن لك تبرديها في التلاجة ساعة لساعتين عشان تقطعي منها الخرطة تبقى سليمة ومتماسكة. انا سوري لسه مطلعاها عشان ما اكمل معاكي الفيديو، مرضتش ان انا اطوله يعني واقعد فتره طويله عبال ما اسقعها وكده. تمام، انا هحطها في التلاجة بس اما تبرد، بعد كده هوريكي لما سقعت وقطعتها انزلها لك شورتس. وبحبك جدا وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.